هتلاقوني دايما بتكلم عن زمان، زمن الطيبين، الوقت اللي فات دايما بحن ليه. تعالوا نتعرف على زمن الطيبين وايه سبب ان احنا بنحن للزمن ده. كلنا عارفين التليفون الارضي. التليفون ده بقى كان ممنوع ومحظور الاقتراب منه، والاب والام بس هما اللي كانوا بيردوا على التليفون، ولو رن الهاتف اصواتهم من بعيد بتعلى بالامر، محدش يرد. الجهاز الساحر ده ارتبط بمفهوم الاخلاق والحياء. زمان كان اقصى حاجة ممكن يشوفها الصغار في التلفزيون افتح يا سمسم والكابتن ماجد وزينة، وافضل البرامج اللي كانت موجودة في رمضان هو عمو فؤاد بعد العصر، وبرنامج العلم والإيمان وغيره. زمان الأب كان عملاق كبير، نظرة من عينه بتخرسنا وضحكة منه بتطلق أعياد في البيت، صوت خطواته اللي جاية من بعيد وإحنا سامعينها حتى لو كنا نايمين تخلينا نقوم من عز النوم ونصلي الفجر. زمان كانت المدرسة بتبعد كيلومترات عن البيت، لدرجة إن إحنا بنمشيها كل يوم الصبح ونرجع منها عند الظهر. ما كناش بنحتاج باصات مكيفة، وما كناش بنخاف على نفسنا وإحنا ماشيين في الشارع وبنتجول في الحارات. زمان كنا بنخرج من المدرسة نلاقي عربية حمص الشام والراجل اللي قاعد بالدوم وكوز العسل الجميل. ما كانش فيه كراسيم على عربات التسوق ديت، وما كناش نعرفها في البيوت، وما كناش بنسمع عنها في إعلانات التلفزيون، وما كناش بنحتاج للسوائل المعقمة اللي بندهن بيها ايدينا كل ساعتين. وعلى الرغم من كده ما كناش بنعيا. زمان الأم كان ليها سلطة، والمدرس سلطة، حتى المسطرة الخشب اللي كنا بنضرب بيها كان ليها سلطة. كنا بنبلع ريقنا قدامها رغم ان هي كانت بتوجعنا، بس خلتنا نحفظ جزء عام وجدول الضرب وأصول القراءة والكتابة ونكتب الخط العربي، وإحنا تقريبا ما كناش كملنا 9 سنين. زمان ابن الجيران كان يخبط على الباب ويقول أمي بتسلم عليكم وتقول لكم عندكم بصلاية أو رغيف عيش. إخوان في الجوار والجدار وحتى في اللقمة. زمان كانت الشوارع بعد الساعة 10 بتلاقيها هس هس، وكل الستات والحريم قاعدين في بيوتهم ما بيخرجوش أبدا بالليل، وكانوا الرجالة ما يعرفوش مكان بيفتح أبوابه غير المستشفى، ولا كان في كافيهات ولا قهوي. زمان كان الستر في الوجوه الطيبة الباسمة، كل أبواب البيوت مفتوحة لبعضها، كنت تسمع ترحيب الناس ببعضها من أقصى مكان ممكن تتخيله. ومن مكاني هذا بتمنى ان زمن الطيبين والاخلاق دي ترجع تاني. عرفتوا ليه انا بحب زمان وريحة زمان واهل زمان والكلام في زمان؟ اكيد كلنا بنحب زمان.